سلامي لكل الناس الجميلة اللي بتسمعنا دلوقتي. في سنة 1960 كانت بتعيش دولة استراليا حالة من الفرح والسعادة، والسبب انهم احتفلوا براجل بسيط اسمه بازل سورن. كان كسب 5 مليون دولار في ورقة اليانصيب. المبلغ الكبير ده خلى كل الصحف والمجلات تتكلم عنه، والجيران ما كانتش مصدقة الحظ اللي ابتسم للأسرة دي في يوم وليلة. والناس اللي في المدينة كانت بتسأل نفسها ازاي راجل فقير في لحظة كده يصبح واحد من أغنياء المدينة، وكأنهم بالظبط باصين له في رزقه أو حياته. ما كانش حد يتوقع أبدا إن كل لحظات الفرح والسعادة دي هتتحول لقصة مأساوية حزينة. بعدها بكم يوم من إعلان فوز الراجل ده، كان بدأ يجهز لحفلة هو وزوجته وابنه الوحيد اللي عمره 8 سنين واسمه غرايم. لكن قبل الحفلة بيوم كان رايح ابنه المدرسة الصبح بدري يوم 7 يوليو سنة 1960. وفي اليوم ده الولد راح المدرسة ومرجعش تاني أبدا، واختفى بشكل مفاجئ وبطريقة غامضة. وكان تم الإبلاغ عن الحادث في اسم الشرطة، واتحرك عدد كبير من المحققين للبحث عن الطفل المفقود في كل مكان. محدش من الناس عنده أي معلومات عنه، ومحدش التمحه في اليوم ده، وكأنه بالظبط فص ملح وداب. بعد كام ساعة من القلق والحيرة جات مكالمة للأب كانت مرعبة جدا. شخص مجهول بيكلمه وبيقول إنه هو اللي خطف الولد، وبيطالب الأب إن هو يدفع فدية قيمتها ربع المبلغ اللي كسبه، وبعد الدفع هيطلق سراح الولد على طول. بيحذره بأسلوب بارد ومفهوش أي إنسانية إنه لو ما دفعش الفلوس أو بلغ الشرطة هيقتل ابنه ويرميه لسمك القرش علشان ياكله. وبعد كده الخاطف قفل السكة على طول. الأسرة كلها قلقانة ومش عارفين يعملوا إيه ويتصرفوا إزاي، خايفين جدا على ابنهم، ومش ضامنين يعني المجرم ده هيرجعه تاني ليهم ولا لأ. أخدوا قرار في النهاية إن هم يبلغوا الشرطة بكل اللي حصل ده. وبدأت الشرطة في سباق مع الزمن، عايزين يحددوا هوية المجرم لكنهم مش عارفين. بحثوا في السجلات الإجرامية للناس الخارجة عن القانون، لكن برضه مفيش فايدة. فات أيام وأسابيع، لكن للأسف مفيش أي خبر مفرح جه للأسرة، ومحدش أبدا كان اتواصل معاهم. بعد حوالي 6 أسابيع جه بلغ له الشرطة بالعثور على جثة طفل صغير ملفوفة جوه بطانية ومرمية في إحدى المناطق البعيدة، واللي غالبا الرجل بتكون خفيفة هناك، يعني مكان تقدر تعتبره كده شبه مهجور. الأب أول ما راح مع الشرطة علشان يتعرف على الجثة كان أدرك بسرعة إنها جثة ابنه من خلال الملابس بتاعته. وهنا الأب انهار من العياط عليه، وقعد يبكي بشكل هستيري، خصوصا إن غرايم كان ابنه الوحيد وما عندوش أي عيال تانية غيره. والشرطة حاولت تهديه وبعدوه عن مسرح الجريمة، ومشوا في التحقيقات بتاعتهم لحد ما نجحوا في النهاية في تحديد هوية المجرم. راجل اسمه ستيفن برادلي، وكان شخص مهاجر وأب ل3 أطفال. وبرر الجريمة بتاعته وقال إن هو عمل كده بدافع الطمع في الفلوس، وقال إن هو عرف من الصحف والمجلات إن السيد بازل أصبح واحد من الأغنياء في يوم وليلة. تم الحكم عليه في النهاية بالسجن المؤبد. لكن الحكم ده يعني ما كانش مسح الألم والحزن من قلوب الأسرة وكل سكان المدينة. الناس كلها كانت زعلانة على السيد بازل، وكانوا شايفين إن حياته اتدمرت حرفيا برحيل ابنه الوحيد. وقالوا إن المال اللي جلب ليه الفرح والسعادة هو اللي اتحول لنقمة مميتة. من الوقت ده استراليا كانت غيرت القوانين بتاعتها، وأصبحت تحظر أسماء الناس اللي كسبوا في ورقة اليانصيب. وبقى الموضوع ده عندهم سر علشان محدش يحصل معاه زي ما حصل مع السيد بازل. ومن كتر ما القصة دي أثرت في حياة الأستراليين، فمحدش فيهم قادر ينساها لحد يومنا النهاردة. ولحد هنا الفيديو انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة، وتابع كل جديد أنا بقدمه. أهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي. وآخر حاجة شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك، وأقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.